طب ايه المشكلة لو كان رب؟ ربنا في سورة التوبة الآية 31 بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. السادة الأفاضل المفسرين فسروا النص الأولاني من الآية إزاي؟ إن الناس دي اتخذت أحبارهم ورهبانهم أرباب، يعني أسياد بيطيعوهم، مش آلهة بيسجدوا ليهم. يعني لو حللوا لهم الحرام بيطيعوه، ولو حرموا لهم الحلال بيطيعوه. قال لك من دون الله والمسيح ابن مريم، قال لك المسيح هنا عائد على الواو، هنا عطف على الأحبار والرهبان. يعني بيقول لك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح أرباب من دون الله. تمشي تمشي. طب ما ممكن يبقى ليها تفسير تاني، اللي هي ايه؟ ان هم اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب، دي كفه. الكفه الثانيه من دون الله والمسيح ابن مريم في كفه لوحدها، بمعنى ان المسيح مع الله في نفس الكفه. هو ده شرك؟ لا طبعا. معنى كلمه الرب في الايه يعني السيد اللي يجب اطاعته. فانت سايب الله ورسوله، ما بتطيعهمش، اللي هو الله والمسيح ابن مريم، وبتطيع الأحبار والرهبان. هي دي معناها، أو المعنى الثاني للآية.